شوفوا شو عملت شوربة الطماطم. مكوناتها جدا سهلة. حابين تشوفوا طريقة؟ إذا أول مرة تزوروا قناة اشتركوا فيها وفعلوا الجرس يصلكم مني الجديد، ويلا خليكم معي لآخر الفيديو. أول شي طبعا هون بتحضروا المقلاة، بتحطوا فيها الزبدة وبتسيحوا الزبدة في المقلاة على نار هادية، وبعدين بتضيفوا هون الثوم، بتكونوا مقطعين الثوم والبصل على شكل شرائح وبتشوحوهم شوي مع الزبدة. هلا راح تضيفوا البندورة ومقطعينها، وكمان الفلفل الحلو اللون الأحمر، وبتشوحوهم مع بعض. هلا بعد ما شوحتهم كلهم مع بعض راح احضر البايركس وادهن عليها الزبدة واحط عليها المكونات اللي انا عملتها. طبعا انتوا بتضيفوا المكونات هون، ما تنسوا الملح، بتحطوا شوية من الملح، وكمان بترشوا على الوجه زعتر أورجانو أو ريحان على حسب اللي انتوا بتفضلوه وعلى حسب الموجود عندكم، قبل ما نحطها بالفرن. طبعا أنا راح أحطها هلأ بالفرن حتى أشويها وتتحمر معي. طبعا هون أنا رشيت زعتر أورجانو وحطيتها بالفرن، وبعد ما شويتها هلا راح اخلطها كلها مع بعض بالخلاط الكهربائي او بالاداة او اي نوع من الخلاط اللي انتوا عندكم حتى انعمها. طبعا لازم تكون قوامها مش ناعم كتير. راح نشوف كيف راح يكون القوام، شوفوها معي. هلا طبعا انا حطيت المكونات بالطنجرة لاني مش راح استخدم الخلاط، راح استخدم الاداة المتوفرة عندي، وانتوا على حسب المتوفر عندكم تستخدموه، سواء كان بالخلاط الكهربائي او اليدوي او بسواء هاي الاداة اللي انا بستخدمها. لازم يكون القوام مش ناعم كتير بهذا الشكل، شايفين؟ ما يكون ناعم كتير، وسط. بعدين طبعا برجعها على النار وبضيف هون الكريمة، وعلى نار هادية ومتوسطة بحرك الكريمة مع المكونات حتى تغلى معي ويندمج طبعا المكونات كلها مع بعض، وأحصل على الطعم اللي أنا بدي إياه. وهيك بتكون شوربة الطماطم جهزت معي للتقديم، وإن شاء الله تكون عجبتكم، فجربوها. ويا ريت ترفعوا من هذا الفيديو بلايكاتكم حتى يصل لأعلى المشاهدات والكل يستفيد من هاي الوصفة. هلا أنا بستودعكم، فانتظروني مع وصفة جديدة بفيديو جديد، ومع السلامة.